السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. اليوم إن شاء الله راح نسوي الطرش العراقي الأحمر اللي كل الناس تحبه وأنا أولهم. عندي هنا كمية من الشوندر، راح نضيف فورة واحدة بس وبعدين أصفيه، وكمية من الشلغم ملحته بشوية ملح خشن حتى تنزل عنده المرورة بس 10 دقائق، وبعدين غسلته. وهنا كمية من الألمازة، وهنا راح أجهز المي أو المي الشوندر اللي برد بعد ما صفيته من الشوندر، وضفت عليه الخل الأبيض، كمية من الخل الأبيض. طبعا كل المقادير راح أكتبها لكم أسفل الفيديو. وهنا عندنا ملح خشن تقريبا 6 ملاعق، وضروري نذوب الملح زين ونستطعمه. إذا كان يعني مو مالح لازم شوية ملوحة قوية، وبعدين نخلي الخضروات ونحاول نضغطها بإيدينا، نعبيها بآخر البرطمان أو العلبة، وبعدين نضيف المي لآخر حد العلبة ونضغط عليها زين ونخلي هاي الكاسة، وبعدين نقلبه ونطلع شكو هواء زايد من الطرشي ونقلبها ونخليها بمكان يعني يكون بارد وأظلم. تقريبا 5 أيام أنا استوى عندي الطرشي وطلع عندنا طرشي كلش روعة مثل ما تشوفون. هاي العلبة هنا عندي شوية من هذا شلون نقول وغف، يعني تشي بسيط. طبعا الريحة مالته تجنن واللون يجنن ما أقولكم عليه، والطعم كلش طيب وسهل وبسيط. هنا خليت عصرة ليمون، وشوفوا هاي الألماظ اللي تجنن اللي لونها وردي أزبري، كلش طرشي رائع. إن شاء الله يا رب تجربوه بألف عافية عليكم وفي أمان الله.